وأضاء بنوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التلاق. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة مناس فيصال من قسم التميز لأكاديمية الإتقان تدريس القراءات وعلوم القرآن. جئتكم اليوم في همسة جديدة من همسات الرمضانية بعنوان مضى نصف الشهر فهل من وقفة محاسبة. بالأمس استبصرنا بهلال شهر رمضان، وها هو اليوم قد انتصف. 15 يوما مرت كطرفة عين، وستمر بقية الأيام وربما بسرعة أكبر، ونتفاجأ بأن هذا الشهر الكريم قد ودع ولن يعود إلا بعد عام، وقد ندركه عندما يعود وقد لا ندركه، فالأعمار بيد الله. أفليس من المناسب أن نقف لحظة صدق مع أنفسنا ونفكر ماذا قدمنا من أعمال فيما مضى من أيام؟ كيف كانت محافظتنا على صلاة التراويح، بر الوالدين، الصدقة، صلة الرحم وغيرها من أعمال البر والخير التي تضاعفت أجورها في رمضان؟ فمن وجد في نفسه خيرا فليحمد الله، ومن وجد في نفسه غير ذلك فليتدارك نفسه. وفي الختام ما علي إلا تذكيركم أحبتي بضرورة استغلال هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل فيما ينفعكم ويقربكم من الله. معا فلنجعل قلوبنا عامرة بالإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.